يا مساء الفل او صباح الفل، ايا كان بتسمع الفيديو ده امتى. في الفيديو ده هشرح لك المحاضرة التانية من منهج الاسكس، البعبع بتاع السمستر ده. هي مش بعبع ولا حاجة، بس هي يعني الى حد ما فيها دش كتير، فانت مش حابب المادة، بس هي في العموم سهلة. طيب، محاضرة النهاردة المحاضرة التانية بتتكون من 13 عنوان رئيسي معانا. 13 عنوان، كل عنوان هقراه لك، هقول لك العنوان بالانجليش تمام وترجمته عربي، وبعد كده هشرح لك العنوان بالعربي، هقرا لك اللي مكتوب هنا، وهشرح لك اللي انا فاهمه من الدش ده كله. تمام تمام. تعالى نبدأ بأول حاجة، اللي هي الاورجنايزيشنال فاليو اند الكوربريت كالتشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القيم المؤسسية وثقافة الشركة. تمام تمام جدا كمان. طيب ده باختصار شديد يعني بيكلمنا عن ايه؟ طيب تعال، تطوير والالتزام بالقيم المؤسسية ضروري لبناء ثقافة مؤسسية ثابتة. طيب، انا قريت بس مش فاهم حاجة، هفهمك دلوقتي. والقيم دي تتحدد ما هو متوقع من الموظفين واصحاب المصلحة. طيب، القيم المؤسسية دي كمان تساعد الموظفين على اتخاذ قرارات صحيحة وأخلاقية. طب المفتاح عندي هنا في ايه؟ في الاورجانيزيشنال فاليوز اللي هي القيم المؤسسية، والكوربريت كالتشر الثقافة المؤسسية. من ده كله انا ما فهمتش منك حاجة، تعالى بس بالراحة كده. يعني ايه الاورجانيزيشنال فاليوز اند الكوربريت كالتشر؟ دي بص، بمنتهى البساطة، لما اقول لك انا عندي مثلا وليكن شركة بس شركة محترمة، مش أي شركة، مش شركة أي كلام. قبل ما تفكر في الفلوس بتفكر في إيه؟ إحنا مين؟ وبنشتغل إزاي أو بنعمل إيه؟ طيب، الأورجنايزيشنال فاليوز دي القيم اللي الشركة بتمشي عليها، زي الصدق، النزاهة، الاحترام، زي كمان الشفافية. يعني الحاجات دي لو الشركة نفسها كسرتها فكده تبقى خانت نفسها قبل ما تخون العميل اللي هو أنت. ف الاورجانيزيشنال فاليوز دي القيم الشركة بتمشي عليها، زي الصدق، نزاهة، احترام، شفافية. لو الشركة كسرت الكلام ده يبقى هي بتخون نفسها قبل ما تخون العميل. طيب، الكوربريت كالتشر دي يعني ايه برضو؟ اللي هي الثقافة المؤسسية دي، كل حاجة في الشركة. يعني ايه؟ طريقة كلام المدير نفسه، آه اسلوب التعامل. طب هل الغلط، اللي بيغلط بيتحاسب ولا بعدي؟ طيب، ايه الفرق بين القيم والثقافة؟ معلش بس على الصوت. القيم القيم ده كلام مكتوب، القيم كلام مكتوب. طيب الثقافة ده تصرف يومي. يبقى القيم ده كلام مكتوب، طب الثقافة هو تصرف يومي انت بتعمله، يعني ثقافتك كده. طيب اديني مثال طيب عشان نخلص من العنوان ده. اقول لك مثلا شركة مثلا، من ضمن اللائحة بتاعتها بتقول انك تحترم الموظف. طيب، بس المدير بيزعج وبيخصم وبيهين الموظفين والكلام ده كده. القيم موجودة اهي، القيم مكتوبة، اللائحة موجودة، بس هل في ثقافة؟ لا، الثقافة دي في خبر كان بقى مفيش اصلا. لما بقولك بيهين الموظف وبيزعج وبيخصم كده، اعتقد كده اول حاجة انا فهمتها لك 100%. طيب تعالى للاتنين. رقم اتنين، رقم اتنين، الفوسترنج جود بيزنس براكتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تعزيز الممارسات الجيدة في العمل، تعزيز الممارسات الجيدة في العمل. طيب دي بتعمل ايه؟ تعال اقرا لك بالراحة. الاخلاقيات الجيدة دي تؤدي الى نتائج عمل ايجابية وزيادة الارباح. لما بتزيد النتائج بتكون ايجابية والارباح بتزيد. طيب، التركيز على السلامة والجودة وخدمة العملاء بيقلل المخاطر بتاعتي. طيب، العلاقات الجيدة مع الموظفين تقلل دوران العمل، وترفع الروح المعنوية عند الموظفين والعميل كمان. طيب، السلوك الغير الأخلاقي يؤدي إلى قضايا قانونية وخسارة مبيعات وتدمير السمعة. زي ايه؟ طيب الخسائر اللي حصلت ودول مهمين جدا واعتقد هتجيبهم لك، زي الديل و... وانرون سكاندلز، اللي هي فضايح ديل وانرون، مهمين جدا دول. طيب، انت قلت ده كله ما انا ما فهمتش منك حاجه، تعالى بالراحه كده افهمك هو عايز اقول لك ايه هنا.
طيب تعزيز الممارسات الجيدة في العمل دي، يعني من اسمها، يعني عايز شغل صح، مش صدفة منك، لا انا عايز شغل صح، نظام والتزام وضميرك، يعني تشتغل بضمير. طيب لما الشركة تهتم بالسلامة، لما تهتم بالسلامة هتكون عندك الحوادث او المصائب اقل او يقلل المخاطر. طيب لما تهتم بالجودة، الشكوى هتقل، الشكوى بتاع العملاء هتقل. طيب طب لما آه لما لما الشركة مثلا تهتم بالعميل، لما الشركة بتاعتي تهتم بيك، الزبائن بتاعتي هتكون دايما مستمرة. طيب وده بيساوي ايه؟ لما التلاتة دول بيحصلوا، لما تهتم بالسلامة وتهتم بالجودة وتهتم بالعميل، لما ده يحصل كله هتعمل ايه؟ الربح بتاعك بتاع الشركة نفسها اكيد هيزيد. طب الاستقرار اكيد هيزيد. طب راحة الشركة، راحة دماغ الموظفين والعميل معاك برضه هتبقى مية مية. طيب هديك مثال بسيط. وليكن يا عم انت في مطعم، المطعم ده شكله تحفة نضيف، الأكل بتاعه مظبوط، والمعاملة بتاعتهم محترمة، بس غالي شويتين تلاتة، هتلف برضه هترجع له ليه؟ انت شايف المكان نضيف، الأكل نضيف، المعاملة محترمة، هو غالي بس هترجع له. ده بمنتهى البساطة يعني ايه الكلام ده. طيب تعال نخش في رقم تلاتة، البوزيتيف والنيجاتيف اسيكال اوتكيمز، يعني البوزيتيف والنيجاتيف اسيكال اوتكيمز اوتكمز. دي النتائج الأخلاقية والإيجابية مقابل السلبية، يعني النتائج النتائج الأخلاقية الإيجابية مقابل السلبية. طيب يعني إيه برضو؟ النتائج الإيجابية بتاعتي تشمل زيادة الأرباح ورضا العملاء والموظفين، كلام بيتعاد أهو، اختلاف المصطلحات بس، والله الإسكس سهلة بس أنت اللي مكبر دماغك ومش عايز تذاكرها. طب النتائج السلبية تشمل المساءلة القانونية والخسائر المالية والضرر بالسمعة. طب ما نفس الكلام اللي فات. طيب يعني ايه برضه؟ مش فاهم. هديك يا عم مثال بسيط. لما تيجي تزرع حاجة، انت لو زرعت صح بتحصد خير، يعني بتحصد حق، بتحصد محصول حلو. طيب لو ما بتزرع الغش بتحصد مصايب اكيد، لما بتغش هتعمل مصايب اكيد. طيب يبقى بس النتائج الايجابية ثقة، سمعة، ولاء، ثقة، سمعة، ولاء، تمام. طيب النتائج السلبية بقى، اخش بقى في مصايب بقى، مساءلة قانونية وخسائر مالية والضرر، يبقى هتخش في محاكم وتخش في خسارة فلوس، واسم الشركة يبقى مضحكة زي ايه، زي انرون كده وديل، فاللي هو ايه، هتتهان فعليا. طب تعال نخش رقم أربعة. رقم أربعة يا سيدي بتقولك الرول اوف ذا اسكس اوفيسر. الرول اوف ذا اسكس اوفيسر يعني ايه؟ يعني دور مسؤول الأخلاقيات. دور مسؤول الأخلاقيات ده سهل جدا. ليه؟ مسؤول الأخلاقيات ده يضمن تطبيق الإجراءات الأخلاقية والالتزام بها، يعني بيشوف الإجراءات الأخلاقية بيلتزم بيها، يحافظ على الثقافة الأخلاقية، بيحافظ لك على الثقافة، بيكون جهة اتصال للمشكلات، يعني بيحل لك المشكلات. طيب والمسؤول الاخلاقيات ده ممكن يجيب لك الخلفيه من القانونيه من الموارد بشريه او ماليه او مرجعيه او مراجعه او تشغيل اي حاجه. يبقى الاسكس اوفيسر مسؤول اخلاقياته، دي مهمه جدا، المصطلحات دي مهمه جدا يا جدعان. طيب ببساطه خالص مسؤول الاخلاقيات ده بيعمل ايه؟ الاسكس اوفيسر ده بيعمل ايه اصلا؟ بيشوف القوانين ويراجع السلوك ويحل المشكله. يشوف القوانين، يراجع السلوك، يحل المشكله. يعني مثلا لو حصل رشوه، هو بقى هيعمل ايه؟ الناس تروح له، هو بدل ما يعني انت بدل ما تشوف الحاجه دي قدامك، لا، انت روح لمسؤول الاخلاقيات ده وقول له حصلت رشوه. فده تشبيه، يعني ده اقل حاجه. يعني لما اقول لك على حاجه مثلا، لو المباراه مثلا كره القدم مفيش حكم فيها، دي هتبقى مهزله بقى، مش مباراه من غير يعني، هتبقى بقى خناقات وقله ادب وكل حاجه. اهو ده بالظبط لو مفيش مسؤول اخلاقيات، هتلاقي رشوه يعني هتلاقي حاجات كتير قوي. طيب تعالى نخش في آه رقم خمسة، اللي هي الاسيكال ستاندرز سيت باي ذا بورد اوف دايركتورز. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني المعايير الأخلاقية، المعايير الأخلاقية التي يضعها مجلس الإدارة. مجلس مين؟ مجلس الإدارة. طيب هيعمل ايه؟ مجلس الإدارة مسؤول عن ايه؟ عن الإشراف عن الإدارة، المسؤول عن المؤسسة من اسمه. طيب طب أعضاء المجلس دول مالهم؟ لازم يكونوا قدوة في السلوك الأخلاقي، يعني ما يكون تحطليش مجلس
ما عندوش اخلاق اصلا وتحطوا لي مجلس، طب انا كده استفدت ايه؟ طب انا دمرت الدنيا اصلا. طيب، وكمان حاجه في كتير من الموظفين لما بيشوفوا حاجه غلط بيخافوا يبلغوا عنها خوفا من الانتقام. يبقى ادي المعايير الاخلاقيه التي يضعها مجلس الاداره، اللي هي طب المفاتيح بتاعتي هنا، المفاتيح بتاعتي هنا اللي هي البورد اوف دايركتورز اللي هو مجلس الاداره، والايثيكال ليدرشيب اللي هي القياده الاخلاقيه، القياده الاخلاقيه. المصطلحين دول هم تجيبهم لك في الام سي كيو، وعلى اساس منهم هتجيب لك حاجه من دول كده ايه، على حسب فهمك منهم، وانت تختار ايه دي على حسب ما تجيبها لك في الامتحان. طيب انت عمالك تدش وانا مفهمتش، يعني عايزك تقول لي المختصر المفيد فيها بالعربي كده. هقول لك يا عم، مجلس الاداره ده لازم يكون قائد وقدوه، يعني لازم يكون عنده اخلاقيات عاليه. ليه؟ طب لو هو بيغش ويزور ويظلم، ما الشركه كلها هتقلده. ليه؟ لان الاخلاق بتنزل من فوق لتحت. يعني مثلا اعلى واحد في الشركه مثلا بيغش وبيزور وبيعمل، انا اقل منه، فانا بتعلم منه، فهتعلم منه الغش والتزوير والظلم والكلام ده. ده ببساطه يعني ايه مجلس اداره، ولازم يكون قدوه وقائد. ودي ودي. طيب رقم 6، ال establishing a code of ethics. ال establishing a code of ethics يعني ايه ال establishing a code of ethics؟ يعني انشاء مدونة اخلاقية. يعني مدونة يعني زي نظام لائحة كده. طيب المدونة دي بتكون ايه؟ مدونة الاخلاقيات توضح القيم والمبادئ، يعني تعمل ايه وما تعملش ايه. طيب بتعمل ايه؟ توجه عملية اتخاذ القرار. ما هو لك اهو تعمل ايه وما تعملش ايه، ده توجيه القرار. لكي تكون فعالة تحتاج مشاركة الموظفين وموافقة عليه. يعني اللائحة دي لازم يوافق عليها كل الموظفين وموافقة الإدارة عشان تكون فعالة وتمام. يبقى المفتاح هنا يجيب لك في الاختيار ازاي؟ كود اوف ايثكس، مدونة الأخلاقيات أو لائحة الأخلاقيات. يبقى باختصار مدونة الأخلاقيات دي بتقول ايه؟ يعني تعمل ايه ما تعملش ايه، لو غلطت يحصل ايه، اللائحة عامة. ومن غيرها كل واحد بقى هيفتي عاد ويعمل اللي عايز يعمله. ده ببساطة خالص يعني ايه مدونة الأخلاقيات. والله سهلة، صدقني سهلة، بس انت اللي مصعب الموضوع. طيب تعالى رقم 7، السوشيال اوديتز، اوديتس اند ethical براكتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني التدقيق الاجتماعي and الممارسات الأخلاقية. يعني ايه برضه انا مش فاهم يعني ايه. تعال تراجع المؤسسات سياساتها لقياس التقدم في الاخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية. يعني هي بتراجع سياساتها. طيب ويتم مشاركة النتائج اللي اتراجعت دي مع اصحاب المصلحة. ببساطة خالص يعني ايه سوشيال اوديت، يعني التدقيق الاجتماعي. ممكن يجيبلك في الام سي كيو اهو، ده الاختيار اللي تجيبه لك، وتجيب لك شرح ده، بس مش هتجيبه بالنص كده، هتجيب لك مثلا موقف حصل او. طيب اقول لك انا يعني، هقول لك تخيلها ازاي دي. يعني مثلا تخيل ان الشركه دي بني ادم او انسان زيك كده، بيبص لنفسه في المرايه. هل انا مثلا فليكن انا، هل انا ككيرو مثلا اذيت المجتمع، ظلمت حد؟ هي الشركه بتعمل كده. هل الشركه دي احنا اذينا حد؟ هل ظلمنا حد؟ وبتطلع النتيجه وبتشوف عشان تبقى وش يعني بتواجه الناس هل هي ظلمت حد، اذت حد بالكلام ده يعني ايه التدقيق الاجتماعي. طيب تعالى بقى ناخد رقم 9 أو 8، الإيسكس تريننج، التدريب الإيسكس تريننج يعني تدريب على الأخلاقيات. معلش لو القلم بيتأخر في الكتابة، يعني لو أنا الصوت بتاعي سابق القلم فمش عارف ايه المشكلة، بس مش مشكلة. طيب برامج التدريب الأخلاقي، التدريب بتاعك ده بيخليك تثق الموظفين حول السلوك الأخلاقي، تثقف الموظفين. طيب يشمل التدريب ورش عمل ودراسات حالة واقعية. طيب التدريب الفعال يقلل المسؤولية القانونية ويزيد من الوعي. يعني كل ما تتدرب أكتر بيزيد وعيك. طيب الإيثكس التريننج دي يعني عايزك تلخصها لي في كام حاجة. يا عمي سهلة. الأخلاق دي بتتعلم منها ايه، أو التدريب ده بيعلمك ايه؟ المواقف اللي انت تاخدها في التدريب، أمثلة سيناريوهات، عشان وقت الجد الموظف ما يتلخبطش. دي فائدة التدريب. يعني لما تكون شغال مطلوب، يعني فائدة التدريب بتاعك انت تدربه ده عشان في وقت الجد انت ما تتلخبطش كموظف. طيب تعالى للرقم 9، بيقولك ايه الاسيكال
كرايتيريا ان امبلوي ابرزلايز، تمام، ابرزلس معلش، تمام. يجب على يعني ايه برضو يعني المعايير الاخلاقيه في تقييم الموظفين. المعايير الأخلاقية في تقييم الموظفين: يجب على الموظفين معاملة الآخرين بعدل واحترام. يعني الموظف لازم يعامل الكل بعدل واحترام. طيب الكفاءة، الكفاءة الثقافية متعددة، والمساءلة الشخصية ضرورية. لازم يكون عندك مساءلة شخصية وعندك كفاءة في الثقافة بتاعتك. طيب التطوير المستمر والتواصل المفتوح، دول لازم يكون معاك الاتنين. طيب خلصنا دي، تعالى اقول لك الزتونة بتاعتها ايه. يعني المهم يعني مش بس اللي عايز يقوله لك هنا ان انت بس مش بس بتشتغل كويس، لا، انت تكون محترم اهو وعادل، وبتتعامل ازاي، ما بتتعاملش باسلوب زبالة مثلا، وبتكون بتطور من نفسك يعني بتكون بتطور من نفسك مستمر، والتواصل المفتوح بتاعك. تمام تمام. تعالى الرقم 10: ال creating an ethical work environment. creating an ethical work environment يعني ايه الكلام ده؟ خلق بيئة عمل أخلاقية. يعني ايه برضو؟ يعني يجب توفر قنوات آمنة للإبلاغ عن السلوك غير أخلاقي. يعني لازم يكون عندك قناة آمنة عشان لو في سلوك غير أخلاقي نبلغ عنه. طيب الثقافة الأخلاقية القوية تمنع السلوكات غير الأخلاقية، هي نفس المعنى. يعني ايه برضو اختصار؟ البيئة العمل الأخلاقية لازم يكون عندي أمان، عدل، ثقة. يعني الموظف ما يخافش يتكلم ليه؟ مش يخاف يتكلم ليه؟ هو عنده أمان وعنده عدل وعنده ثقة. يعني مش يخاف يعني مثلا لو شاف حاجة غلط وهو في شركة فيها أمان وعدل وثقة هيتكلم، يخاف ليه؟ لكن لو غير كده هيخاف يتكلم عشان يخاف على وظيفته. طيب أعتقد برضو تافهة. طيب نيجي الرقم 11: الإيثيكال ديسيشن ميكنج بروسيس. يعني ايه؟ يعني عملية اتخاذ القرار الأخلاقي، ودي مهمة بقى، مهمة جدا الحاجة دي، مهمة 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 موت. هتقولي ليه مهمة؟ ثواني بس ما يفصل. تمام. ليه مهمة؟ اقول لك جابتها كتير في الكويزات. طيب هنا بتعمل ايه بقى؟ اقول لك هنا حاجات سهلة جدا. انت بتعمل ايه؟ بتحدد المشكلة عشان تاخد قرار صح. بتحدد المشكلة بتاعتك بعد ما يعني تحدد المشكلة بشكل واضح. بعد ما تحددها، والله انا عندي مشكلة، طب انا عايز احدد البدائل بتاع المشكلة دي، من ان انا اعمل عصف ذهني كده واشوف البدائل بتاعتي. طب بعد ما اشوف البدائل بتاعتي هقيم البدائل دي. مثلا عندي 5 بدائل، هقيم البدائل ال5 دول. ما انا اكيد مش هستخدم ال5، انا عايز منهم واحدة بس. هختار الانسب في ال5 بدائل. طب بعد ما اختار الانسب هنفذ القرار. بعد ما انفذ القرار اقيم النتائج. يعني ايه برضو؟ يعني انا بص، القرار الخطأ اللي انا هاخده مش تهور، يعني مش تفكير متهور، لا انا باخد خطوة خطوة. يعني مش هخلصها وخلاص، لا انا بعمل تحديد مشكلة، وبعد ما تحديد المشكلة بحدد البدائل بتاعتي، وبعد ما احدد البدائل بقيم البدائل وبختار على اساسها الانسب منهم، وبعد كده بنفذ القرار واقيم النتائج بتاعتي. اعتقد كده الدنيا ماشيه زي الفل. طب تعالى رقم 12 وقبل الاخيره، اللي هي الاسيكال ديسيشن ميكنج فريم وركس او فريم وركس. يعني اسيكال ديسيشن ميكنج فريم وركس دي بتعمل ايه؟ والله هي نفس اللي فاتت، بس يعني حاجه اضافيه تاني. اخلاقيات الفضيله تركز على السلوك والشخصيه. طيب المنهج النفعي يعني يتحقق اكبر منفعه لأكبر عدد. طيب منهج العدالة يركز على المساواة والإنصاف. طيب منهج الصالح العام يركز على مصلحة المجتمع. يعني اختصار الكلام العك الدشي ده كله: فضيلة، عدل، مصلحة عامة. بس ده الإيثيكال ديسيشن ميكنج في فريم وركس. بس رقم 13 والأخيرة في محاضرتنا: الإيثيكال تشالنجز ان انفورميشن تكنولوجي. يعني ايه التحديات الأخلاقية في تكنولوجيا المعلومات. دي مصيبة سودا بقى. ليه؟ لازم هنا يكون مراقبة الموظفين، يجب أن توازن بين الإنتاجية والخصوصية. أفهمك دلوقتي: انتهاك حقوق النشر يسبب خسائر مالية. اختراق البيانات وسرقة الهوية تهدد أمن المستخدمين. التتبع الإلكتروني يصير مخالفة للخصوصية. يعني إيه برضه؟ أنا مش فاهم. يعني هنا التحديات الأخلاقية في تكنولوجيا المعلومات. أنت عندك التكنولوجيا دلوقتي أصبحت متقدمة بشكل رهيب، بس هل التكنولوجيا دي قوة؟ تمام، هي قوة، أي معاك إن هي قوة، بس وقوة من غير أخلاق هتعمل مصايب. يعني إيه؟ طيب لو أنت معاك التكنولوجيا دي وبتستخدمها، يعني أنت لو تستخدمها غلط هتعمل إيه؟ أول حاجة هتنتهك حقوق النشر، هتبوظ سمعة الشركة أصلا، وهتؤدي لخسائر مالية كتير.
اختراق البيانات، تخترق بيانات الموظفين وتوزعها على غيرك، ده ما ده مصيبة سودا برضه، ده من قوة التكنولوجيا. التتبع الإلكتروني للإيميل، ممكن تتبع ومخافضة الخصوصية، يعني انت بتبوظ الخصوصية بتاع العملاء بتاعتك من غير انت بتتبع الايميل بتاع الالكتروني. خلصنا. ده بيقول لك الاجزاء الامتحان بيركز على ايه، 1 2 3 4 5 6 من اصل 13، بس برضو ما تهتمش ان انت تذاكر له دول بس، لا انت تذاكر له 13 عنوان. مفيش اتفه من كده، لو ركزت معايا في الفيديو هتلاقيني شارح لك باسلوب حلو. هتقول لي طب انت بتشرح عربي، ما انت هتذاكر انجليش بقى. انت لو فهمت العربي صدقني الانجليش هيبقى بالنسبه لك يعني سهل، لان هي كده كده مش هتجيب لك النص بالظبط من هنا، هي هتجيب لك العنوان الرئيسي معاك، العنوان الرئيسي لازم تحفظه. طيب الشرح اللي هنا انت لو فهمته بالعربي هتخش في الامتحان على جل يا عمي، هتستبعد هتحل صح، فما تصعبش الموضوع. بس يا سيدي، ده كان شرح المحاضرة التانية، واعتقد المستوى في حتة تانية في المحاضرة دي انا حضرت لها كويس، فهتستمتع بيها. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان اي فيديو ينزل يوصلك على طول من غير ما ننزل على الجروبات والكلام ده. وغير كده الترم التاني هيبقى اقوى ان شاء الله. بس يلا يا سيدي، سلام.